صلوا على الحبيب وتعالى اقول لك لو انت مستعجله او متاخره على الفرعون الصغير الكبير بتاعك، نعمل وصفه بنص كيلو لحمه سهله وسريعه وما بتاخدش وقت خالص على النار. هننزل بنص كيلو لحمه وهننزل بالبهارات اللي هكتبها لكم دي، وطماطمايه صغنونه مبشوره، ومعلقه كبيره بقسماط، واي خضار عندكم بقدونس او كزبره او الاتنين يكون افضل. وبعد كده هننزل بقرن فلفل حامي او بارد مفيش مشكله، حتى لو حامي مش هيبان قوي. وهنملح بقى الملح بتاعنا، وهننزل بربع معلقه سكر ونص معلقه بيكنج باودر عشان تنفش معانا الكفته. وهنخلط بقى كويس جدا لحد ما يبان الانسجه بتاعها وشعيرات بيضه كده. معنى كده ان هي هتكون الخليط نجح لما توصل للمرحلة دي. وبعد كده هنصبحها، نحط ايدينا في الزيت ونصبحها، ونحطها في بايركس كده نكون دهنينه من تحت زيت عشان ما تلزقش في البايركس بتاعنا. وبعد كده هنجيب بولة تاني وهنحط فيها اي مادة دهنية، ومعلقة كاتشب او معجون طماطم او بس اي مادة دهنية، وهنتينها بيها. وهندخلها على الفرن اللي احنا مولعينه مسبقا وسخن على الرف الوسطاني، ونشغل المروحة ونولع عليه من تحت. ولو مفيش مروحة هنولع من فوق ومن تحت، من 8 ل 12 دقيقة، مش هتاخد اكتر من كده. وهتبقى معانا احلى وصفة لذيذة وجميلة جدا، احسن من بتاعة الحاتي كمان. جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. وممكن ندخن الكفتة بعد ما نطلعها من الفرن في حماية مولعة عليها نقطة زيت، ونقطع الكفتة شوية تاخد نكهة الفحم كأنها معمولة على الفحم. هتبقى لذيذة جدا. ولايكات وشيرات بقى مع شوية بهارات. سلام يا حلوين.